ذهب العام الأول وانصرم وانطوت أيامه وشهوره بما أودعنا فيه من أعمال، فالأعمال محفوظة مسجلة مكتوبة من الخير والشر. نحن نستقبل عاما جديدا، فماذا نحن صانعون فيه؟ ولهذا إخوة الإيمان يجب أن نعتبر، فكما أنه مضى هذا العام فهكذا تنتهي أعمارنا، وهكذا تقربنا الأيام من المنايا وتقربنا الأيام إلى مراحل الآخرة. ولهذا يجب علينا أن نتدارك ما بقي من أعمارنا فيما يقربنا إلى الله، وأن نتدارك بقية أعمالنا في الطاعات والخيرات، فنحن إخوة الإيمان من أبناء الآخرة. معنى ذلك أن القرار والخلد الأبدي في الآخرة للصالحين والطالحين. فحاول أخ الإيمان أن تبني الدار التي لا خراب فيها، والدار التي لا نهاية لها، وهي دار الآخرة.